you love killing Jewish babies. لهذا قلت له يعني بكل صراحة no. أن أكملت جلستي هناك. بعدها انسحب من كثير بعد أن صور الصور التي يحتاجها أنه أمسك بإرهابي. بعدها بحوالي نصف ساعة سمعت بعض الجنود للأسف من العرب المتطوعين بالجيش الصهيوني الذين يتكلمون قالوا خلينا نفوت عليه نضربه وندعس عليه ونمشي. في تلك اللحظات أتى الضابط وقال لهم لا عنده جواز هولندي ما تعملوش هيك. لهذا الشيء الوحيد الذي حال بين هجومهم علي وتعذيبي في ذلك القفص هو الجواز الهولندي. فيعني أدعو الله أن يخفف عن أهلنا الفلسطينيين المحتجزين هناك. بعد الاحتجاز في ذلك القفص لمدة حوالي ساعة ونصف أو ساعتين تم اقتيادي إلى غرفة أخرى حيث تم تعريتي بالكامل. وضعوا ملابس جديدة، أعطوني ملابس جديدة، وتم أخذي باتجاه الطبيب ليفحص علي. الطبيب